السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول حلقة من سلسلة ودنك منين يا جحا. هنتكلم فيها بقى عن إيه؟ والسؤال اللي هيسأل النهاردة: ليه الدوري المصري مش بيبيع نفسه؟ يعني ليه مفيش قناة من القنوات الكبيرة زي بيان سبورت، أي قناة من القنوات الكبيرة بتيجي تقول لاتحاد الكورة بتاعنا يا جماعة والله أنا عايز أشتري الدوري بتاعك؟ ليه؟ تعال نفصص الموضوع واحدة واحدة ونفهم ليه الدوري المصري مش بيبيع نفسه. يلا بينا. لما تبص على شكل الدوري المصري تحس ان انت داخل لعبه من سنه 2005. اللوجو غريب والكوره ما شفتهاش في اي دوري في العالم ولا هتشوفها، والجداول بتاعت الدوري بتاعنا معموله على برنامج الاكسل. وبعدين يجي واحد يقول لك ايه، انا بفكر اشفر الدوري المصري. بتشفر مين يا ابني؟ هو في حد بيتفرج عليه غيرنا؟ مفيش قناه في العالم هتيجي تشتري الدوري بتاعك وهو بالمنظر ده. احنا عندنا دوري من اقدم الدوريات اللي اتعملت في الشرق الاوسط، لكن المنتج بتاعنا اللي هو الدوري المصري لا يليق بدولة بحجم جمهورية مصر العربية، دولة عندها حضارة 7000 سنة حضارة، ويكون الدوري بتاعها بالشكل ده. تعالى بقى اما اقول لك ازاي الشكل ممكن يأثر ان احنا اصلا ما نعرفش نطور المنتج بتاعنا وما نقدرش نبيعه وما نستفادش منه. هنتكلم في النقطة دي بقى عن الهوية البصرية. ناخد مثال بسيط وهو الدوري السعودي. اول ما تشوف الدوري السعودي وتصميماته تعرف ان ده دوري له هوية، الوان ليها معنى، تصميمات ليها روح، حتى التيشيرتات بتاعتهم بتتكلم، حتى طريقه الاعلانات على التيشيرتات ما تعملش تشتت بصري ليك وانت بتتفرج على الماتش. نيجي بقى لينا احنا، لوجو كل سنه، كوره كل موسم، تيشيرتات بتتعمل بطريقه غريبه جدا، حتى الاعلانات على التيشيرتات بتتعمل بطريقه عشوائيه جدا جدا جدا، مفيش الا نادي او اتنين بيعملوها صح. يا جماعه الهويه مش رفاهيه، الهويه هي المدخل الرئيسي لاي تسويق، والتسويق يعني النجاح. طب ايه الاقتراحات اللي احنا ممكن نقدمها علشان نقدم شكل مختلف؟ يعني لو مصر استخدمت حضارتها في شكل الدوري المصري، يعني يكون التصميمات والالوان خاصه بالحضاره المصريه، يعني تكون الالوان فيها اسود ملكي، ذهبي فرعوني، ازرق نيلي، والكوره تكون تصميم خاص بيك انت وبهويه بلدك انت، مش شرط تكون نسخه من اوروبا. يعني كمان تيشيرتات الفرق لازم تكون بتعكس روح المحافظه نفسها. يعني مثلا لو فريق من الصعيد لازم يدخل في تصميمات التيشيرت بتاعه حاجات نقوش او حاجات من التراث بتاع المحافظه دي نفسها، ما يكونش مجرد تيشيرت كوره. وشعار كل نادي لازم يكون بيعبر عن المكان بتاعه، مش مجرد شعار عشوائي. ساعتها بس هتبقى بتعمل منتج له هويه بصريه يقدر يتباع ويتصدر لكل دول العالم. سامع واحد بيقول لي دلوقتي: طب انا لو اهتميت بالتسويق يا ابو الكباتن هستفاد ايه؟ تعالى ما اقول لك تستفاد ايه. دلوقتي الدوريات الاوروبيه كلها تكسب الملايين من بيع قمصان وشعارات ومشتقات البطوله. انا بقى ليه ما استفادش؟ يعني مثلا ليه ما اروحش اعمل متجر رسمي خاص بالدوري المصري ابيع فيه حاجات خاصه بالدوري المصري مما لا يتعارض مع مصالح الانديه الخاصه، بس مفيش منتج رسمي محترم. لو عملنا الشكل الصح، التسويق والفلوس